اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة اليمام الماسي المصري. انا كابتن مسعد، مدرب رياضي وهاوي يمام، وبالاخص يمام ماسي. في حلقة النهاردة عن الجزء الثاني. تنسوش حضراتكم تعملوا سبسكرايب وتدوسوا الجرس عشان القناة تنتشر وكل هواة اليمام يستفيدوا بالمعلومات اللي بقولها والفيديوهات اللي بنزلها. فيديو النهارده هوري لحضراتكم مجموعة يمام ماسي ومجموعة يمام نخيل، وهنشوف مع بعض أسوس اليمام الماسي وأسوس يمام النخيل وهي فرخة وتحتيهم زغليل. يلا بينا نشوف مجموعة الفيديوهات. ده أول فيديو زي ما حضراتكم شايفين. أنا هحط إيدي كده عشان نرفع النتاية نشوف اللي تحتيها. دول 3 زغاليل يمام ماسي، عمر تقريبا 3-4 أيام. طبعا هم مش مطلعين 3، هم مطلعين 2، بس انا محضن تحتيهم واحد زيادة. زي ما حضراتكم شايفين النتاية نازلة في الارض. ده الذكر اللي راقد. الجزء التاني او القص التاني ده بيرلين سنو وايت يمام ماسي، طبعا طفرة بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين انا بقرب الكاميرا. تحته 3 زغاليل، طبعا هم 2 وانا حضنت واحد. انا بحب احضن تحت كل جوز، بدربه على زغلولين و3 و4 و5 كمان. بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين المستوى. وده الجوز، ده الذكر اللي راقد، ذكر حنين جدا. الجوز اللي بعده ده جوز نخيل طفرة. النخيل برضو فيه طفرات زي ما حضراتكم شايفين، الريش الابيض اللي فيه. ودول الزغاليل قاعدين في العش، دول عمر تقريبا 15 يوم. ده اول زغلول بسم الله ما شاء الله. وده الزغلول التاني انا بجيبه برضو. هم هاديين، دول من فرخي من انتاجي. انا بتكلم على الاهالي من فرخي ومن انتاجي. زي ما حضراتكم كده شايفين الزغاليل بسم الله ما شاء الله. هي خلاص قربت تتفطم، يعني تقريبا 10 ايام وتبدأ تخرج من العش تلقط. ده الجوز هادي. طبعا هو متضايق ان انا بصور وحط ايدي، لان دي حاجة بتضايق الطيور كلها مش يمام النخيل بس. طبعا يمام النخيل هو بري اصلا، وفرخه صعب جدا في الاسر، بس الحمد لله انا بفرخه من اجيال وتعاملت معاه، وبدأ يفرخ معايا في الاسر وبقى داجن زي الحمام وزي اليمام الماسي بالظبط. الجوز اللي بعد كده زي ما حضراتكم شايفين ده جوز خوخي يمام ماسي. انا هحط ايدي عشان برضو تشوفوا اللي تحته بسم الله ما شاء الله. تحتيه زغلولين، دول عمر اسبوع تقريبا، 8 ايام او اسبوع. زي ما حضراتكم شايفين مستوى الخوخي ده من اعلى درجات مستوى الخوخي في اليمام الماسي. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اوريكم الزغاليل تاني، حاجة جميلة. ده القص اللي بعديهم. دي طفرة من طفرات اليمام الماسي، طفرتين مش طفرة واحدة. طفرة السنو وايت بيرلند وطفرة اللافندر. الذكر ده لافندر. برضو هنشوف اللي تحتيهم بسم الله ما شاء الله. هما تحتيهم حصوتين تقريبا، ايوه مظبوط كده. تحتيهم حصوتين تقريبا من 5 ايام. دي النتاية. الذكر هو اللي كان راقد طبعا. حبيت اوريكم الجوز ده واوريكم مستوى اللون والطفرة. اللافندر والبيرل سنوايت اللي بعديهم دول. رجعنا للنخيل تاني. ده جوز تاني من انتاجي برضو، الاهالي من انتاجي. هنمسك الزغلول كده، اول زغلول ونشوف بسم الله ما شاء الله. النخيل صعب جدا زي ما قلت لحضراتكم ان احنا نتعامل معاه في الاسر، لان هو بري بينتج بري وما بينتجش برضو كتير. يعني برضو ما بينتاجه ما بيبقاش كتير، بيبقى مرة او مرتين في السنة بالكتير. لكن انا عندي بسم الله ما شاء الله بنتجه من اجيال، وبينتج معايا كل شهر عادي زيه زي الحمام وزي اليمام الماسي. وانا دلوقتي بوريكم مساحة القفص ده صغير جدا على انتاج يمام النخيل. ده 40 سنتي بس، الحمد لله هم شغالين فيه عادي وبينتجوا كل شهر، بيطلعوا لي زغلولين. القص اللي بعده ده قص حمر يمام ماسي. الذكر ده سبليت بيرلين سنويت. اوريكم ازاي هو دلوقتي سبليت، بيبان من العين. هو ذكر مش كبير بس جفونه غليظة، هو نوعه كده. دي النتاية حاطة اول بيضة او اول حصوة. طبعا هم اتخضوا مني لان انا فاجئتهم بالفلاش، انا بصور بالفلاش فاتخضوا طبعا مني. النتاية اهي معبية الحصوة التانية. يا ريت ما تبخلوش عليا بالسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان القناة تنتشر وكل هواة
اليمام يتفرجوا على الفيديوهات ويستفيدوا من المعلومات اللي بقولها ومن الفيديوهات اللي بتنزل على القناة.